طب من الاخر كده صناع الفيلم ده عايزين يقولوا ايه؟ او يعني زي ما بيقولوا كده عايزين يسلطوا الضوء على ايه؟ مع احترامي لكل المحللين وصناع المحتوى والنقاد اللي انا بتعلم منهم كلهم قالوا كلام كبير قوي وفلسفوا الفيلم جدا. هم ممكن يكونوا صح عادي، بس انا شفت الفيلم من منظور ابسط بصراحه، وحاسس ان صناع الفيلم كانوا عايزين يظهروا حاجه واحده بس، حاجه حصلت وبتحصل وهتحصل مع كل واحد فينا وشايفينها وعارفينها وحافظينها صم، بس شطارتهم انهم عرفوا يشاوروا عليها ويظهروها بشكل دمه خفيف علشان الكل يبلعها برضه وما يراجعش وراهم وما يحصلش ضجه عكسيه على الفيلم. ببساطه صناع فيلم الساده الافاضل لو كانوا عايزين يبرزوا حاجه واحده بس من خلال الفيلم ده فهي. وعلشان اي فيلم بيبدا من الفكره والسيناريو فلازم في الاول نتكلم عن مؤلفين الفيلم اللي هم مصطفى صقر ومحمد عز الدين وعبد الرحمن جويش. مصطفى صقر ومحمد عز الدين اللي كتبوا فيلم ايه؟ بنك الحظ. الراجل عنده حق يا صالح، ده ضيف عندنا. استاذ وائل يجيب لك ميه ويعني ايه ده؟ علشان كده اللي شاف فيلم الساده الافاضل هيشوف فيه كتير من كوميديا بنك الحظ، المواقف العشوائيه اللي بتطلع كوميديا من غير استظراف ولا حتى بذل اي مجهود عشان تضحك، بل انهم بيعرفوا يخلقوا موقف مش محتاج لكوميديان عبقري عشان يضحك من خلاله، مواقف مش محتاجه لممثل مصنف كوميديان اصلا. هات اي واحد معدي في الشارع يا باشا مسكه سلاح بيجربه عند تاجر السلاح اللي بيقضي منه، فبيدوس بالغلط على الزناد فيقتل تاجر السلاح نفسه، وشوف هيضحك ولا لا، وانت بعدها مش محتاج تشوف غير الرياكشن ده. اهو بنفس الطريقه دي بالظبط اتبنى فيلم الساده الافاضل. محمود العويل. ايوه واهم عنصر في الضحك ايه؟ انه يبقى غير متوقع، ومؤلفين الفيلم ده حريفه في الحته دي، سواء بافيهات غير متوقعه عمك جلال مات. مات. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ او بموقف غير متوقع. طب استريح. يا طارق اقعد هزقنا ونسكت. لا هزقه. اسكت انت. هزقه. خد بالك برضو دي مش حاجه جديده عليهم، لو رجعت اعمالهم هتلاقي فيها نفس طعم الكوميديا ده، وبصمتهم وروحهم في الكتابه دايما باينه وطاغيه على اي عمل بيكتبوه. ده روحهم طاغيه لدرجه انهم استنسخوا شكل شخصيه اسطوريه من الشخصيات اللي هم برضو كاتبينها. شخصيه فاروق في فيلم الساده الافاضل شكلا انا شايفها تشبه شخصيه هجرس في الكبير قوي، مش عارف انتوا كمان شايفين كده برضو ولا لا. ده طبعا غير حرفنتهم في كتابه الفيلم، من اول تعريف الشخصيات اللي كل واحده فيهم مليانه بتفاصيل تكفي شخصيه بطل منفرد، ومزج حوادثهم وربطها ببعض، ويخرجوا لنا من كل شخصيه فيهم مواقف تضحك، وكل ده في ظرف احداث يوم واحد بس. انا شايف ان دي حاجه مبهره بصراحه. ما جبتهاش يبقى فلوسي ترجع. ايوه ترجع. والمبهر بالنسبه لي اكتر بقى هو دور المخرج في انه يظهر لك كل العظمه اللي على الورق ده في محتوى بصري وسمعي متعوب فيه بجد. كريم الشناوي في تحدي صعب قدامه حدوته بتحصل في قريه وبتدور احداثها في خلال يوم واحد بس، ودي وحده زمنيه صعبه جدا في تنفيذها. اي غلطه صغيره في الايقاع او ترتيب الاحداث او حتى الراكورات هيفضح الصنعه كلها. كريم الشناوي بقى مش بس بيتخطى كل ده بنجاح، لا ده بيجود كمان. بعيدا عن التكوينات البصريه اللي عملها والرموز المخفيه وخلافه، هو كمان ما فاتهوش ادق التفاصيل اللي هتحسسك انه كان متخفي بكاميرا وبيصور ناس حقيقيين بوقائع حقيقيه بتحصل بجد، مش مجرد فيلم سيما. واللي بيعزز الشعور ده ان في مشاهد كتير دايما في الخلفيه بيحصل حاجه انت مش واخد بالك منها، لكن هتديك احساس بالواقعيه. وتفاصيل كتير بقى زي ان هم هنا مثلا واقفين على سطح مكتب بريد، فلما تشوف يافطه قديمه للبريد المصري محطوطه على السطح فده شيء واقعي جدا. عندك مثلا طارق الاخ الكبير اللي مفرهد طول احداث اليوم وعمال يحجز على المشاكل اللي بتلحقه من كل حته، طبيعي على اخر اليوم تبقى الياقه بتاعته عرقانه بالشكل ده. الفيلم كان فيه موميا اتسرقت ملفوفه بسجاده صح؟ طب ما سالتش نفسك فاروق اللي سرقها جاب السجاده دي منين؟ برضو دي تفصيله ما فاتتش على المخرج لانه رد عليك من خلال الشوت ده. وفي تفاصيل تانية واضحه اكتر زي الولاعه اللي الجوهري في اول الفيلم حذر فاروق انه ما يسيحش بيها المخدرات عشان بتسيح وبتعلق. عن ابو غشوميتك كذا مره اقول لك ما تسيحش بالسخان بتبوظ، وفي الاخر بيموت بسببها. وحتى تفاصيل البيت اللي بتدور فيه الاحداث كريم الشناوي هيحفظك مداخل ومخارج البيت مع الوقت وهيحسسك انك مش غريب عنهم. كل ده طبعا غير القياده والتوجيه للممثلين اللي معاه. مش هتكلم عن عظمه اي اداءات تمثيليه في الفيلم ده لان زي ما قلت لك المؤلفين كده كده خلقوا مواقف بتضحك لوحدها، وفي نفس الوقت نوعيه الفيلم ما كانتش بتتطلب اداءات تمثيليه عظيمه. يعني كل الممثلين اللي شاركوا في الفيلم قدموا العادي بتاعهم وكلهم كانوا متالقين زي الطبيعي يعني. لكن اللي لاحظته ان في شويه تنازلات وتاكيد وفرص ذهبيه. التنازلات زي محمد ممدوح مثلا اللي يعتبر واحد من ابطال الفيلم، كانت مساحه دوره تقريبا زي بالظبط دور ميشيل ميلاد اللي فيلم الساده الافاضل يعتبر اول تجربه سينمائيه ليه، ودي حاجه مش
بنشوفها كتير. خلاص يا عم جلال انت هتعدد خلاص، يلا الدار هدخل حكيم. ها يلا. عندك مثلا اشرف عبد الباقي اللي مستمر في تنازلاته كونه واحد من نجوم الصف الاول وتحول لممثل بس بغض النظر عن مساحه دوره ومكانته على الافيش. يلا مش عايزين مرسيدسين. حتى طه دسوقي لو حد غيره بعقليه مختلفه كان هيشوف انه بعد ما بقى بطل شباك سواء في السينما او في التلفزيون مشاركته في الفيلم بحجم اقل يعتبر داون جريد ليه، لكن هو ما حسبهاش كده. اهدى، انا هاجي معاك من غير شوشره، وعلى فكره انا اللي مخطط لكل حاجه، هم مالهمش ذنب. اما التاكيد فهيكون الانتصار اللي بقالها سنتين متالقه بشكل ملفت وبتثبت ان رجوعها للسينما حق مكتسب لموهبتها المختلفه تماما عن غيرها. ده على مين يا بابا؟ خلاص هيسمعني. اما الفرصه الذهبيه فهي للفتى الذهبي في الفتره الجايه ميشيل ميلاد اللي تبت في الفرصه وافهاته غالبا هي اللي علمت معاك لو شفت الفيلم. واقف هنا يا حلوف، خد عزا عمك زي الرجال. زعلي ليه قدام الرجال؟ وطبعا دينا يحيى اللي عملت اول دور فتاه ليل بعكاز في السينما المصريه. فستان كرومبي وطرحه كرومبي بسوتسه مش بربطه. طب من الاخر كده صناع الفيلم ده عايزين يقولوا ايه؟ او يعني زي ما بيقولوا كده عايزين يسلطوا الضوء على ايه؟ حاسس ان صناع الفيلم كانوا عايزين يظهروا حاجه واحده بس، حاجه حصلت وبتحصل وهتحصل مع كل واحد فينا وشايفينها وعارفينها وحافظينها صم، بس شطارتهم انهم عرفوا يشاوروا عليها ويظهروها بشكل دمه خفيف علشان الكل يبلعها برضه وما يراجعش وراهم وما يحصلش ضجه عكسيه على الفيلم. ببساطه صناع فيلم الساده الافاضل لو كانوا عايزين يبرزوا حاجه واحده بس من خلال الفيلم ده فهي لقم وخبز فئه معينه من المجتمع كلنا عارفينهم وحافظينهم وعجنينهم وخبزينهم. هتمشي على جنب يا ابن الفلاح. بقول لك ايه، عملت لايك؟ اعمل لايك طيب، خلي الحلقه توصل لناس تانية، والسبسكرايب مهم عشان تشوف الحلقات الجايه، وقول لي رايك في التعليقات بعد ما تشوف الفيديو عشان نتناقش في الحلقه كالعاده، وربنا يبعت لك ايام حلوه ايا كان مكانك على وجه الارض.